محسن الجلاح من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت بخير وهنا اخي، اهلا وسهلا بك. دكتور الله يبارك فيك، بس مثل ما احنا استمعنا لكم يعني تقريبا 19 حلقة، اتمنى يعني من اخوة الضيوف ان يعني يستمعون كذلك احنا للجمهور، يعني احنا الجمهور نعبر عن راينا بدون مقاطعة. الله يبارك فيك يا دكتور. يلا تفضل اخوي، تفضل ان شاء الله، تفضل. ممكن الموضوع ما نقاطع. يلا اي تعطيني مثل ما اعطيت الاخ السيدي قبل شوي. الله يلا في الموضوع ما نقاطع، تفضل حنسمعكم. يلا دكتور، اول شيء عندي سؤال يطرح دائما عندنا في اوساطنا الشيعية. لماذا عند سؤال مفكرين وعلمائنا ومحاورتهم ومناظرتهم فإنهم يتهربون من الأسئلة ويراوغون، وعندما يطالبون بالدليل يأتون بنص لا يمت بالموضوع بصلة من قريب أو بعيد، بل إنه في وادي والإجابة في وادي. وبالنقيض تماما عند إخواننا أهل السنة، فإنهم يعطونك الدليل في ثوان معدودة. وأتمنى من مشايخنا وعلمائنا احترام عقولنا نحن الشيعة. كذلك عندي سؤال إلى من يعزهم قلبي مثل الدكتور سعد والدكتور تامر، مع احترامي الكبير واعتزازي لهم، لكن هذه رسالة من القلب للقلب. لماذا نحن الشيعة في حسينياتنا وجميع مناسباتنا الدينية والاجتماعية يا أخي نرب دكتور أرجوك، تفضل. نربى ونعلم الكراهية والبغضاء والحقد، ويغرس فينا السب واللعن والكذب وخداع الآخرين، وتذهب أوقاتنا هجرا ونسكب العبرات والدموع على أحداث تاريخية مضى عليها مئات السنين. تبين لاحقا وبعد فحص الأسانيد وتمحيص الأدلة إنها مدسوسة ومكذوبة على آل بيت الرسول عليه وعلى آل أفضل الصلاة والسلام، لا تمت إلى أخلاقهم بصلة. فوالله العظيم لقد سئمنا وتعبنا وشبعنا وأصابنا القسيان من لعن وسب وتكفير الصحابة وعائشة أم المؤمنين، حتى إن قلوبنا قست وأصبحت سوداء لا مكان للحب فيها. إلى متى نحن عامة الشيعة وتجارنا ونكد ونكسب لقمة عيشنا ثم ندفعها إلى مراجعنا ليأكلوا أول نصب الباطل؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دكتور، أنا أرى أن قول الله سبحانه وتعالى ينطبق علينا نحن الشيعة، وهي الآية الكريمة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وأرى يا دكتور الهاشمي أن هذه الآية تنطبق عليك أنت وعلى الدكتور جلال وعلى الدكتور نبيل وعلى العلامة علي الأمين وعلى قناتك المباركة، قوله تعالى: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم.